السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي قناة كويزين سكينة. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هادي يلقاكم في اتم الصحة والعافية يا رب. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم شباكية الفاسية، شباكية غزالة بزاف كدوب في اليد قبل الفم، هشيشة اقتصادية بزاف وما شاء الله وصلت على النبي. هانتوما كتشوفوا الشكل كيهضر على راسو، شباكية غزالة بزاف. شوف معايا غادي نقسم معكم وحده كتجي هكا مجعبه من الداخل شاربه العسل، كتجي غزاله بزاف وهشيشه. بلا ما نطول عليكم غندوزو مباشره للطريقه وايضا المقادير. فرجه ممتعه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. كما العاده اول حاجه ان شاء الله كنبداو بها وهي الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله هنا بالنسبه للمقادير غادي نحضر هنا معكم كيلو ديال شباكيه فقط. غادي نصور معكم غير كيلو، ولكن انا في الاصل انا درت صراحه 3 كيلو ديال الشباكيه، ولكن في المقادير غادي نعطيكم فقط كيلو. هنا عندي كيلو ديال الدقيق اللي كيكون منخول ولا مغربل مسبقا، وكذلك كيكون من النوعيه الجيده. انا اولا في الكسعه كنوضع هنا معلقه كبيره ديال القرفه، وايضا ان شاء الله كنضيف هنا معلقه كبيره ديال النافع اللي كيكون مطحون ومغربل، يعني هو القرفه مغربلين ضروري. هنا واحد الضامه ديال البنه ديال الزعفران. كذلك ان شاء الله هنا عندي كاس ديال الزنجلان كيكون مطحون ومغربل مزيان، يعني كنغربلوه، يعني بالنسبه للزنجلان كيكون هكا محمر. هنا شويه ديال الملحه فقط لتصحيح الذوق. وكذلك ان شاء الله هنا غادي نحتاج شويه ديال الخميره ديال المعجونه فقط، يعني غير راس معلقه ما كنكثروش بزاف. كذلك ان شاء الله هنا غادي نحتاج كاس ديال الزيت المائده، يعني المزيج بين الزيت المائده وكذلك زيت الزيتون باش تفهموا، يعني نص كاس ديال الزيت البلديه ونص كاس ديال زيت الزيتون. انا ان شاء الله عندي هنا كاس ديال الماء الزهر، وكذلك هنا 4 المعالق كبار ديال الخل. يعني ضفنا الزيت وضفنا موراه 4 المعالق كبار ديال الخل، وضفنا هنا كاس ديال ماء الزهر. وكذلك ان شاء الله هنا ضفنا واحد الخميره ديال الحلويات. وكذلك ان شاء الله هنا غادي نخلط اولا، ومن بعد ان شاء الله كنضيف هنا كاس ديال الزبده اللي كتكون مذابه، وهنا يعني واحد المقطع ما تصور لياش هو ديال الماء. ضفت كاس ديال الماء يعني من الروبيني كنضيفوه مباشره. هادو ان شاء الله هما المقادير. ان شاء الله بالنسبه للمقادير غادي نخليهم ان شاء الله مكتوبين في صندوق الوصف بالتفصيل. صافي ان شاء الله هنا كنضيف كيلو ديال الدقيق، يعني بالنسبه للدقيق كيكون هكا معبور، يعني عبروا كيلو ديال الدقيق. وصافي ان شاء الله كنخلط مزيان هاد المقادير هادو. يعني الا بغيتو نعاود معاكم، هنا عندي معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال القرفه، كذلك هنا كاس ديال الزنجلان، كاس ديال الزيت المائده وزيت الزيتون، كذلك كاس ديال الزبده اللي كتكون مذابه، شويه ديال الخميره ديال المعجونه، كذلك شويه ديال الملحه، واحد الضامه ديال البنه، كذلك كاس ديال الماء، كاس ديال الماء الزهر، وكذلك 4 معالق كبار ديال الخل، وايضا واحد الساشيه ديال خميره الحلويات. هادو هما ان شاء الله المكونات، يعني هادشي كله في كيلو ديال الدقيق. من بعد شوفوا معايا يعني بحال الا كنعجنوا، ماشي كنعجنوها بزاف ولكن غير بحال هكا، يعني كنجمعوها. من بعد ما جمعناها كناخذوا السكين ولا الموس وكنقسموه بهذا الشكل هذا. فصدقوني هاد الطريقه دي ما كتعذبكم ما والو صراحه، كتجي هشيشه وغزاله بزاف. هنا شوفوا معايا خديناهم فاش قطعناهم بهذا الشكل هذا، وضعناهم هكا في السلوفان فقط يرتاحوا لينا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. صافي هانتوما شوفوا يعني قطعناهم هكا الى قطع. ومن بعد ان شاء الله كناخذوا من بعد ما خليناهم يرتاحوا لواحد 10 دقائق، خديناهم دلكناهم بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا. ومن بعد ان شاء الله كنلويهم يعني بحال عجين مورق. يعني هذا هو السر الثاني باش تجينا كشباكيه مجعبه وكتجينا هكا خاويه من الداخل. يعني هانتوما شوفوا معايا كندير لكم ماشي بزاف غير شويه. ومن بعد ان شاء الله كنلفوها بهذا الشكل هذا، وكنخليوها هكا بلاستيك غذائي، كنخليوها كترتاح تقريبا واحد 10 دقائق ماشي بزاف. صافي يعني غادي ندير لهاد الكميه كلها فكما قلت لكم انا عجنت هنا 3 كيلو ديال الشباكيه، يعني هذيك 3 كيلو كلها غادي ندير لها بنفس الطريقه. هانتوما شوفوا معايا صافي كنجمعها. شوفوا معايا يعني حتى ساليتها بهذا الشكل هذا كلها، وضعتها هكا في السلوفان وقطعتها هكا الى قطع. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزها ان شاء الله في الماكينه، يعني غادي ندلكها غير شويه من بعد ان شاء الله غادي ندوزها في الماكينه. فصراحه كتجي هشيشه بزاف ومجعبه. بالنسبه يعني الرقم كندوزوها في 5، ومن بعد ان شاء الله كندوزوها في رقم 2، يعني صافي يعني الرقم 2 هو الاخير باش تجينا هكا، يعني ما رقيقه ما غليظه بزاف، يعني كتجينا هكا يعني
هكا مهم مدلوكه. صافي ان شاء الله كندوزها بهذا الشكل هذا مره اخرى، يعني فرق من جوج. يعني نتوما يعني هنا بالعرض البطيء، ومن بعد ان شاء الله كناخذوا هنا الجراره وكنقطعوا. هانتوما شوفوا معايا حتى العجينه ما شاء الله ما كتعذبنا ما والو، كتجي صراحه زوينه بزاف وشباكي كتجي هشيشه. فهنا بالنسبه للاشرطه فحنا كنديروا 5، يعني كنحسبوا يعني 1 2 3 4 الخامس كنقطعوا يعني بهذا الشكل هذا وصافي ان شاء الله. فبالنسبه للطريقه ديال الشباك هانتوما شوفوا معايا هنا بالعرض البطيء، يعني كنتمنى ربي ان شاء الله يكون كلشي واضح وباين. يعني ضروري يجيكم الشكل بهذا الشكل هذا. فبالنسبه للمحترفات، اما المبتدئات ماشي مشكل، ولكن يعني الشكل يجيكم هكا، يعني كتكون هكا عامره من الداخل يعني على شكل قليب. يعني هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف. شوفوا معايا هنا انا صراحه تعمدت ما سرتش هذه اللقطه هذه باش تشوفوا معايا بالعرض البطيء يعني كيفاش كنشبكوها. فبالنسبه انا خليتها كباتت ليله كامله، يعني غطيتها وخليتها تبات ليله كامله، ولا غد ليها عاد صراحه قليتها، لان كما قلت لكم الكميه ديال 3 كيلو صراحه راه ما سهلاش، يعني استغرقت معنا وقيت بزاف، يعني حتى الطاقه والمجهود يعني كل شيء. فمن الاحسن واحد الملاحظه، فانتم فاش تخدموا الشباكيه جلسوا، يعني ضروري من الجلس ما تخدموهاش وانتم واقفين. يعني صراحه حنا هادشي اللي درنا يعني خدمناها بالكلاس. شوفوا معايا يعني الطريقه ديال الشباك، يعني سمحوا لي لا يعني طولت هذا المقطع هذا، ولكن صراحه هذه هي ضروريه في الشباكيه، يعني المقادير وكذلك حتى الشباك. انتم شوفوا معايا يعني الطريقه فيديو شارح راسو، وكتحلوها بحال هكا، يعني ما كيكون فيها لا ضياع في الجوانب لا حتى شي حاجه، وكيجيو هكا شكل واحد وكذلك حجم واحد. هانتوما شوفوا معايا ما شاء الله والصلاه على النبي، يعني قياس واحد وحجم واحد. يعني كنشبكو كنوضو هكا في الصينيه ولا في اللاطه كما قلت لكم. خليتها لمده الليله كامله يعني حتى نشفات، وكذلك منها هي ارتاحت وحنا ارتاحينا. ولا غد لا عاد بدينا ان شاء الله، ولا عاد بديت كنقليها. هانتوما شوفوا معايا يعني غير باش تشوفوا الشكل ديالها وحتى اللون ديالها ما شاء الله والصلاه على النبي، فقط الاضاءه اللي ما عطاتهاش الحق حقها. صافي ان شاء الله هنا كنعاود معكم عاوتاني كما قلت لكم الشباك هو كل شيء، يعني كنعاود معكم هنا بالعرض البطيء، وهنا قربت لكم باش تشوفوا الشكل ما شاء الله والصلاه على النبي كيفاش كتجي الشباكيه ولا الشباك ديالها كيجي بهذا الشكل هذا. صافي ان شاء الله غادي نستمروا يعني حتى غادي نكملوا هذه الكميه كلها اللي عندنا. هانتوما شوفوا معايا يعني ضروري داك الوسط كيكون هكا عامر باش يجينا هكا على شكل اما وريضه ولا كذا ولا قليب. هانتوما كما قلت لكم هذوك الجوانب فهما ما كيضيعوش نهائيا. كنتمنى ربي ان شاء الله يعني هاد النصائح هادو وكذلك حتى هاد اللقطات هادو حيت كيكونوا صراحه مهمين. كما كنعرفوا بان الشباكه كنديروها من العام للعام وصراحه كتنسى لينا الشباك، لذلك هكا الواحد يرجع للفيديو ويشوف الطريقه. صافي ان شاء الله كما قلت لكم غادي نخليها ان شاء الله تبات لمده ليله كامله، ومن بعد ان شاء الله لا غد لي عاد غادي ندوزو ان شاء الله غادي نقليوها. الا كانت عندكم كميه صغيره فلا باس، ممكن تخليوها هكا واحد ساعه ولا ساعتين تنشفوا من بعد ان شاء الله تقليوها، ولكن انا كانت عندي كميه كبيره فلذلك خليتها حتى لا غد لي صراحه عاد قليتها. صافي ان شاء الله هنا في الصباح ولا في الغد هنا الزيت كانت عندي سخونه، وهنا كنرمي الشباكيه والنار ولا العافيه تكون بحال الشمعه، يعني ضروري تنقصوا عليها حيت الا جهدتوا عليها العافيه غادي تشوط لكم ولا غادي تحمر لكم دغيا، وفي الداخل ديالها غادي تبقى كمدقسه ولا معجنه. فلذلك يعني نقصوا عليها وخليوها طيب على خاطر. نتوما شوفوا معايا ما شاء الله والصلاه على النبي، لا كنقليها وهي كطلع ما شاء الله والصلاه على النبي باش تشوفوا بان الشباكيه كتجي خفيفه ومجعبه وكتجي هشيشه بزاف بزاف. صافي ان شاء الله غادي نقليها. فبالنسبه يعني الطريقه ديال العسل صراحه كنت بغيت نشاركها معكم، ولكن لضيق الوقت ما شاركتهاش معكم. فصراحه كلشي كيعرف يصايبها، ولكن تختلف بعض المرات كتختلف الطرق صراحه كل واحد وطريقته. المهم فانا العسل صراحه كنضيبها بالسكر، وكذلك كندير مثلا الا درت قلب ديال السكر كندير لتر ديال الماء، وكندير كذلك الحامض، وكندير الباديان. الا ما عندكمش الباديان فانتم كديروا القرفه فقط باش يعطيكم المذاق وكذلك حتى اللون.
صافي. ومن بعد فاش كطيب كنضيف لها هكا شويه ديال المسكات الحره. صافي ان شاء الله. هنا صافي من بعد ما غادي نخليها تحمر، ومن بعد ما تحمرات لي خدات لي هذا اللون هذا. فصراحه الاضاءه هنا ما معاونانيش، وكذلك كنت كنصور يعني هزه التليفون بيد وكنحرك بيد، يعني لقيت صراحه شويه صعوبه، ولكن ماشي مشكل. ها نتوما العسل يعني كنضيفها، يعني العسل كتدفيوها شويه. الا كانت هكا قاصحه ضروري ما تدفيوها هكا. هانتوما شوفوا معايا صراحه اللون غزال بزاف، وكذلك حتى الشكل ديالها ما زعما كيبقى الشكل ديالها كيما شبكتو، كيبقى الشكل هو ما كيتغيرش نهائيا. وصافي ان شاء الله. فبالنسبه للعسل يعني فقط هنا وريت لكم هاد اللقطه هذه ديال العسل، بان شوفوا معايا كتكون هكا ما ثقيلاش بزاف وما خفيفاش بزاف. انا ضفت ليها هنا شويه ديال المسكه الحره باش تعطينا داك المذاق، وكذلك المسكه الحره كتخلي العسل يقبط لينا هكا اما في البريوات ولا في الشباكيه. ها شوفوا معايا ما شاء الله والصلاه على النبي. صافي ان شاء الله غادي نخليها يعني في هاد العسل هادي حتى غادي نكمل عاوتاني ديك القليه الثانيه. هانتوما من بعد ان شاء الله كناخذ هنا الجنجلان وكنرش عليها الجنجلان. بغيتو تخليوها هكاك خليوها، بغيتو تزينوا غير نصف ديالها بالجنجلان زينوه، بغيتو باللوز ايفيلي كاوكاو المهم تزين لكم الاختيار. هنا صراحه كامل ما عطاتهاش حقها، ولكن جات صراحه اللوين غزال بزاف وجات هشيشه وكتحمق. هانتوما شوفوا معايا عن هنا عن قرب، يعني كنت كنقلب لكم على شي زاويه باش تبان لكم فعلا، غير كاميرا ما عطاتهاش صراحه حقها، ولكن في الواقع غزاله بزاف. شوف معايا هذا هو الشكل ولا اللوين، عفوا اللوين يعني كيجي هكا الذهبي. صافي والشكل ديالها غزال بزاف ما شاء الله والصلاه على النبي. صافي ان شاء الله غادي نستمر، غادي نقلي ديك الكميه عندي كلها وغادي نزينها، ومن بعد ان شاء الله غادي نتلاقاو باش غادي نقدمها. صافي ان شاء الله كنبدا هنا ان شاء الله كنقلي يعني حتى غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي. وصافي ان شاء الله فاش غادي نقليها كنوضعها كذلك كما قلت لكم غادي نوضعها ان شاء الله في العسل. شوف معايا هنا وضعتها في هاد الصفايه هذه باش تستقطر مزيان هكا من الزيت، ومن بعد ان شاء الله عاد غادي نخويها هكا في العسل. صافي ان شاء الله. شوف معايا ما كتكسر ما والو، ولكن غير حاولوا عليها واخا كحاولوا عليها. صافي ان شاء الله. شوفوا معايا ما شاء الله والصلاه على النبي، اللوين غزال وشكيل غزال بزاف. غادي نستمر ان شاء الله، غادي نقلي هذيك الكميه كلها اللي عندي، ومن بعد ان شاء الله غادي نتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الشباكيه الفاسيه ديالنا. شوفوا معايا يعني عبار واحد ما شاء الله. والله ما كانت صراحه تكونوا معايا، ولكن كنتمنى تجربوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه، كيجي على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا كتجي ما شاء الله غزاله بزاف بزاف. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ يعني كديروا هكا في شي علبه بلاستيكي كتفرشوا لها هكا بلاستيك غذائي وكتوضعوا هكا في المجمد. وصافي هذه هي الشباكيه ديالنا. كنتمنى ربي ان شاء الله يعجبكم الفيديو. كنقول لكم بالصحه والراحه والسلام عليكم.